السلام عليكم متتبعينا الكرام أينما كنتم. فبخصوص الواقعة أو الفاجعة الحزينة اللي شهدتها المنطقة ديال توروكس إقليم مالاغا هنا بإسبانيا. فالحادثة للأسف الشديد اللي راحوا ضحيتها يعني عائلة متكاملة من أبناء وأم وأب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبخصوص هذه الحادثة وإشكالية نقل الجثامين إلى المملكة المغربية، فالحمد لله القنصلية المغربية هنا بالجزيرة الخضراء في شخص السيد القنصل، حسب المعلومات التي وصلتنا أنه قام بالاتصال مع رئيس بلدية توروكس وأخبره أن الأمور الحمد لله كل شيء على ما يرام بالناحية ديال نقل الجثامين. ربما كان هناك حاجة لجمع المال إلى غير ذلك، لكن الحمد لله المبلغ المحصل عليه تجاوز كل الانتظارات ولله الحمد، بفضل مجهودات بطبيعة الحال ديال المحسنين والمحسنات، كذلك الهيئات الدبلوماسية هنا في شخص السيد القنصل، وكذلك البلدية ديال توروكس إلى غير ذلك. كذلك شفنا البارح أنه مجموعة من الجمعيات إلى غير ذلك اللي نشرت نداء من أجل جمع التبرعات، لكن الحمد لله أخبار تصلنا اليوم أخبار جميلة كتقول أنه الحمد لله المبلغ يعني تم بكل الأمور ديالو، وأن الإجراءات القانونية والوثائق التي سيحتاجونها لنقل هذه الجثامين ستوفرها القنصلية هذا اليوم، وستكون إن شاء الله غدا متكاملة. فهنا نقول بطبيعة الحال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله بطبيعة الحال. فشكرا جزيلا لكل المغاربة، شكرا لكل الجمعيات، لكل الناس اللي اتحدوا من أجل هذا المصاب الجلل اللي للأسف الشديد تعرضت له هذه العائلة. فأيضا المعلومات اللي كتوصلني أنه الإخوان في القنصلية تواصلوا مع الأخ ديال هذا السيد هذا المرحوم بطبيعة الحال أو العائلة نتاع هاد الناس هادو اللي توفاو في توروكس، وأخبروهم أن الأمور بطبيعة الحال على ما يرام، وأن القنصلية والإخوان بطبيعة الحال قايمين بالواجب من أجل يعني نقل الجثامين. فالآراء ديال الناس أو بطبيعة الحال ردة الفعل ديال العائلة ارتاحوا لسماع هذا الخبر، باش أن الجثث إن شاء الله أو الجثمان ديال هاد الناس هادو يوصل في أمان. أمان. تذكير أيضا بالنسبة للسيد كيك اللي كان توفى هذه تقريبا أسبوع، الحمد لله كنخبركم أن اليوم فالجثمان ديالو طلع في الباخرة في اتجاه مدينة طنجة، ومن بعد إن شاء الله غادي يمشي بطبيعة الحال عند العائلة ديالو اللي كتستنى الجثمان ديالو من أجل الدفن. هذه حوادث حدثت تقريبا في أسبوع واحد للأسف الشديد، فما علينا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أجدد الشكر ديالي للإخوان في القنصلية على الاستجابة ديالهم، خاصة السيد القنصل بطبيعة الحال على الاستجابة ديالو، وكذلك النائبة ديالو، كذلك في شخص النائبة ديالو على الاستجابة وعلى الإجابة على الاتصالات، لأنه فيما مضى كنت باش تواصل مع القنصلية فخصك مجموعة من الأمور، لكن الحمد لله في العصر الجديد وفي وجوه جديدة وموظفين بطبيعة الحال اللي مسؤولين، الحمد لله ما بقيناش كنلقاو هذه المشاكل هذه. إذا كنشكروا جميع الناس اللي راهم واقفين على هذا الموضوع هذا من أجل إرسال الجثامين إلى المملكة المغربية. فأعيد وأجدد شكري للجميع. دمتم في رعاية الله. كان معكم دائما الإعلامي مقراش محمد هنا من الأندلس، وبالضبط من مدينة مالاغا. شكرا لكم.